السلام عليكم أحبائي. اليوم حبيت أقدم لكم صينية الدجاج بالفرن، أرجو أن تنال رضاكم. هاي عندي صدور الدجاج نظفتها بالكامل. شوفوا هاي المكان شلون أنظفه تماما، ما أخلي أي ما يبقى يعني دم جامد بيها، يتنظف تماما. أخلي عندي الملح خشن، وأخلي عليه شوية خل، أخليه فد 10 دقايق، وبعدين أخليه على النار حمسة خفيفة، وأصفطه بالتبسي على مود ما يبقى أي زفرة بيها. هاي بعد ما خليتها 10 دقايق تقريبا أو ربع ساعة نقعت مي عفوا الخل والملح. أني حضرت البصل جوانح وفص الثوم حهرسه، وهاي أصابع البوتيتا. هسه اغسلها من الخل والملح واخليها شوية على الطباخ، احمسها حتى اي زفرة ما تبقى بيها، واصفطها بعدين بالقالب. هاي البهارات حخليها على الدجاج وهو على النار، وهذا فص الثوم اللي هرسته. هاي احمس المعجون، يعني احضر هاي الصلصة بالاخير، اخليها المعجون وخاشوقة الكاتشب. بعد ما خلصت الحمسة خليت مي حار عليه. لتحضير الصلصة نخلي طاوة بها زيت زيتون، ونضيف لها المعجون نحمسه قليلا. بعدين نضيف خاشوقة كاتشب شوية، نقلبها ونضيف المي عليها. وإذا شفناها ثخينة نضيف إذا عندنا مرقة دجاج أو مي عادي نخففها بيه. هاي قبل ما ادخلها الفرن يعني التبسي ادير عليها هاي الصلصة. هنا بعد ما قطعنا البوتيتا نخليها قدر على النار، ونضيف لها الكركم والملح والمي، تنسلق سلقة بسيطة، وبعدين نخليها بقالب الفرن. هنا خليت قطع الدجاج حمستها ويا البهارات، وبعدين ضفت لها المي وصوص الصويا، تنسلق تقريبا تستوي. اطفي النار واصفطها بالبايركس. هنا خليت بالبايركس اول شيء الجوانح مال البصل والطماطة واشياء في البوتيتا اللي سلقتها نص سلقة، وهنا الدجاج كلها اصفطها، وبعدين ادير عليهم الصلصة، وادخله الفرن بحرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة او الى ان يتحمر الوجه، واقدمه. طبعا الريحة تجنن.